اهلا بيكم في حلقه جديده من انتايبد بودكاست. معاكم عبد الرحمن عوض، والنهارده هنتكلم عن اليو اي لايبريز. واعذروا صوتي عشان انا عندي برد جالي الاسبوع اللي فات، فلسه بريكفر منه. فقبل ما نخش في اليو اي لايبريز، احنا برضو زي الحلقات اللي فاتت هنجيب شويه هيستوري عنها، لان محتاجين نفهم كنا فين وبقينا فين وليه، وفي نفس الوقت عشان يبقى عندنا زي ما قلت كذا مرة في الحلقات اللي فاتت يبقى عندنا كونتنت بيس معينة في البودكاست، بحيث نقدر نريفير ليه في المستقبل، وفي نفس الوقت نقدر نتاكل توبكس معينة من غير ما نبقى جنرال، او نقدر نخوض في تفاصيل اكتر في المستقبل، او سب توبكس بشكل اعمق، لان اوريدي احنا اتكلمنا عن الفكرة العامة يعني من غير ما نعيدها او نزيد فيها يعني. فالتوبيك الكبير خالص اسمه باي versus build. انت امتى تشتري حاجة، وتشتري مش معنى تشتري بفلوس، يعني امتى تجيب لايبرري وامتى تبيلد الفانكشناليتي اللي انت بتدور عليها. بس النهاردة عن سكوب الكلام بس تحديدا في اليو اي لايبرريز. اليو اي لايبرريز زي ماتيريال ديزاين، زي بوتستراب، الحاجات اللي زي دي. فشوية هيستوري هي بدأت ازاي او جت منين على حسب خبرتي. طبعا الناس اللي اقدم مني هيبقى عندها هيستوري اكتر مني، بس اللي انا متذكره ان الموضوع بدأ ان احنا بنبيلد الكومبوننتس او اليو اي elements بتاعتنا من زمان. بنبلدها دايما بنفس الحاجات، بنبلدها بال HTML بال CSS بالجافا سكريبت. فكان عندنا كذا نوع من ممكن تقول ليفلز الابستراكشن. هنا كان عندنا يو اي libraries exposed as CSS frameworks، تمام، لان كده كده مفيش حاجه اسمها HTML framework، وفي نفس الوقت الجافا سكريبت ما كانتش بالقوه اللي هي عليها اليومين دول. ف اغلب الفريم وركس اللي كانت بتبروفايد حاجه لليو كانت سي اس اس. فكان عندنا حاجات بقى، يعني انا مش هقعد افند كل واحده، يمكن اشهر واحده بوت ستراب اللي في الاخر كل الناس استعملتها، لكن كان في حاجات زي بيور سي اس اس. يعني ده اللي انا فاكره. يعني كان في حاجات تانية طبعا اكتر بكتير، وانا استعملت حاجات كتيرة جدا في بولما برضو سي اس اس. فكان اللي بيحصل ان انت بتبيلد اليو اي بتاعك على اساس الفريم ورك ده. انت بتقول انا هبيلد مثلا على بوت ستراب، وهغير شويه في حاجات فيه. بعد كده الفريم وركس الجديده، طبعا انا بسكيب جاب كبيره في الهيستوري هنا، بس كان في طبعا جافا سكريبت انفولد، كان في بلجنز لبوت ستراب بحيث ان انت تشغل الدروب داونز بشكل معين، بحيث ان انت تشغل جي كويري يو اي. لو حد فاكر اليو اي لايبرري بتاعت جي كويري يو اي، كانت فيها شويه كومبوننتس شغاله كلها بالجي اس. فكل الحاجات دي كانت الى حد ما هي البدايات بتاعت اللي احنا شايفينه النهارده، كومبوننت فيها سي اس اس وجافا سكريبت و اتش تي ام ال باكت مع بعض بشكل يونت تقدر تستعمله. يعني ممكن نقول ده البريميتيف ستيت بتاع الحاجات دي. لكن مع مرور الوقت الموضوع بقى مختلف شوية هنا دلوقتي، وفي نفس الوقت الريكويرمنتس بقت تختلف من واحد للتاني، من بروجكت للتاني. فتعالوا نعرف النهاردة دلوقتي يعني ايه يو اي لايبرري. يو اي لايبرري يعني انت عندك فريم ورك زي فيو، زي رياكت، سفيلت، ايا كان، وانت بتجيب يو اي لايبرري بيلت الفريم ورك ده بحيث ان انت تسرع شوية حاجات على نفسك. زي مثلا بتجيب component library فيها inputs، بتجيب component library فيها full system of components من اول layout لغاية البوتونز لغاية كل حاجة حرفيا. فده تعريف UI library دلوقتي بالنسبة لي، او على الاقل بالنسبة للحلقة دي واحنا هنتكلم عليها. طبعا في كذا level of abstraction هنا، من ناحية قد ايه الحاجة دي تقدم لك قد ايه عشان نقول عليها اسمها UI library. بس ده اللي اقصد بيه، ان هي جافا سكريبت، سي اس اس و HTML باكت مع بعض بالشكل اللي احنا عارفينه وبنستعمله النهارده، اللي هو components اللي موجودة في كل الميجور frameworks دلوقتي. طيب ايه الميزات اللي تخليك تستعمل UI library؟ يعني بيسووا لنفسهم ازاي للديفلوبر اصلا؟ فكبداية كده هم دايما بيقولوا ان هم بيستريم لاينوا اليو اي ديفلوبمنت بروسيس، بمعنى ان هم بيقدموا لك بيس بطريقه معينه بشكل معين بيخليك تسرع وتزود البرودكتيفيتي بتاعتك في ان انت تاتشيف اليو اي ريكويرمنت والابلكيشن ريكويرمنتس بتاعتك، بحيث ان انت ما تقدرش توري على حاجات كتير، وده على حسب اليو اي لايبرري بتعمل لك قد ايه. فلو بتعرفنا ان هي components كامله فول ستايلد فيها behaviors جافا سكريبت، component بجد، مش زي زمان CSS framework.
فهي بتشيل لك حاجات كتيره فعلا. هي بتشيل لك من ناحيه انت لو بتعمل مثلا input تكست انبوت في كميه ستيتس انت لازم تهندلها، زي لو في ايرور ستيت مثلا، لو في مينيمم وماكسيمم، لو هو نمبر انبوت ولازم تحط ستيبر يعني ارو اب وارو داون عشان اليوزر يتحكم في الانتجر فاليو، وفي نفس الوقت الستيب فاليو لازم تبقى فاليديتد. حاجات كتير يعني. انا مش هخش في تفاصيل ان انت تبيلد ازاي يو اي لايبرري، ممكن دي حلقه تانية، بس الفكره ان هي فيها كميه تفاصيل كتيره جدا جدا ان انت هتضيع وقت كتير قوي ان انت تبيلد الحاجات دي. تمام. ففكره اليو اي لايبرري انها بتقول لك سيبك من كل الكلام ده، انا اديك حاجه يا عم تقدر ترميها في الكود بتاعك وتقدر تستعملها وتخلص الاب بتاعك بسرعه. لو انت المفروض تطلع داشبورد كامله في شهر مثلا بكل الانبوتس بكل الحاجات اللي فيها، فيو اي لايبريز هي بتقول لك انت ممكن تعملها في اسبوعين يو اي وايز اتليست، او اقل حتى، انك تستعمل يو اي لايبرري يعني. فدي الادفانتجز بتاعتها، ان انت طبعا انها فاستر في الديفلوبمنت، ديزاين كونسيستنت لان كل حاجه المفروض شغاله مع بعضها. انت طبعا ما تروحش تجيب كذا يو اي لايبرري وتقول انا عايز دي من هنا وعايز دي من هنا، وتقعد بقى ايه تجيب من كل فيلم اغنيه، ويبقى الموضوع موضوع يبقى رخم يعني. متهيألي انا عكست المثال بس مش مهم. ف you get the point. بس الفكره يعني ان هتلوز الكوهيرنسي ده لو انت عملت كده، فده مرفوض. لو انت بتعمل كده ما تعملش كده. اليو اي لايبرري اللي انت بتستعملها اكيد فيها كومبوننت اللي انت بتدور عليها، اذا كانت كويسه ولا لا دي قصه تانية. فانت بتجين يو اي كونسيستنسي في اغلب الظروف، وده مش حاجه بتحصل على طول يعني. انت تخيل ان انت لازم برضو تفتكر المجهود اللي اتاخد ان الكومبوننتس دي تتعمل لك. ودي فكرة ان انت تستعمل اي حاجة عموما، اي لايبرري في اي سيناريو، ان انت بتجيب حاجة باتل تيستد، الناس جربتها، حاجة عاشت فترة طويلة، الناس لقوا بجاتها، الناس اشتغلت بيها وحلوا بيها مشاكلهم. فلما انت تبيلد اليو اي لايبرري بتاعتك، او انك تختار انك تعمل حاجة دي بنفسك، فانت في حاجات كتير لازم تشتغل عليها، واليو اي كونسيستنسي دي منهم هتضيع مع مرور الوقت. وانا عارف ده لان انا ببيلد اكتر بكتير من ان انا اجيب لايبرز بس. وفي نفس الوقت اليو اي كونسيستنسي دايما بتقل، ان انا دايما انا بتحسن مع مرور الوقت، صح؟ فانا بتعلم حاجات احسن، فبغير التكنيك، بغير شكل الشادو، بغير شكل البوردر بتاعي. ممكن ننسى ان اللون هنا بستعمله في سيناريو زي ده. فمن غير ديزاين مايند سيت ورا الكومبوننتس دي، فانت بتلوز اليو اي كونسيستنسي. فكومبوننت لايبرز كلها دايما ماشيه على ديزاين لانجويج معينه، ويل ديفايند بالنسبه لهم على الاقل، مش لازم تبقى ويل ديفايند بالنسبه لك. فانت بتراست ان هم هيقدموا لك الكونسيستنسي كجزء من الباكج، فدي حاجه كويسه. اشهر مثلا الديزاين لانجويجز اللايبرز بتمبلمنت قصادها ماتيريال ديزاين طبعا، وانا بكرهه الصراحه، بس يعني خلي الكلام اللي بعدين. بس ماتيريال ديزاين ده من اكتر ديزاين لانجويجز ديتيلد، وكل حاجه فيه موصوفه، وعشان كده ليه امبلمنتيشنز كتيره في كل الفريم وركس تقريبا. وفي نفس الوقت هو فيري بوبولار في الفيو كوميونتي. عندنا في الفيو كوميونتي مش امبلمنتيشن واحد، اي ثينك عندنا 3 امبلمنتيشنز للماتيريال يو اي، بس اشهر 2 كويزر و فيوتيفاي. فيوتيفاي اشهر واحد فيهم، بعد كده كويزر. بس كويزر بيحط نفسه في خانه ان ينفع تعمل بيه موبايل ابلكيشن، او اللي هي هايبرد موبايل ابلكيشنز. بس انا مش شايف دي نقطة قوة الصراحة، لان انت تقدر تعمل هايبرد ابلكيشن باي حاجة حرفيا، اي جافا سكريبت، اي اتش تي ام ال. مش نقطة قوة ليه شخصيا، غير ان هو بيقولك ان هو اوبتمايز للموبايل برضو يعني. ده ريسبونسيف ديزاين بالنسبة لي. بس ماشي. من ضمن الحاجات برضو الحلوة في انك تستعمل يو اي لايبرري يعني ان هي ويل دوكيومنتد، فانت مش لازم تدوكيومنتها. لو حد معاك في التيم عايز المفروض يعمل صفحة، مش لازم هيريفير للكومبوننت دي، غير ان هو يفتح الدوكيومنتيشن يفهم ينفع يستعملها ازاي ويستعملها. وفي نفس الوقت عشان هي كومبوننت لايبرري، فهم فكروا في معظم السيناريوز، لو ما كانش كلها. فانت لو requirements عندك اتغيرت، لو قالك لا احنا عايزين input هنا من نوع select، وانت ما كنتش عامل حسابك على الموضوع ان في select input في الفورم ده، فبما ان عندك component UI component library، اقدر اجيب ال select input بتاعهم واحذفه هناك، خلاص الموضوع اشتغل يعني. دي البروميس بتاع ال UI libraries. فهي productive، بتزود productivity، دي اهم حاجة نقطة فيها. وعموما اسهل مفروض في المينتينابيلتي. ممكن انت مش محتاج تمنتينها اصلا، انت محتاج تمنتين بس الابلكيشن لوجيك بتاعك، انت مش بتمنتين
الكومبوننتس اللي هي الصغيره زي دي. مثلا التكست انبوت مش هيبقى فيه بج، ولو فيه بج هم هيصلحوه او انت صلحه، اعمل بي ار وصلحه في الكومبوننت لايبرري بتاعتك. بس الفكره ان انت في شغلك اليومي انت مش مسؤول، او انت مش مكلف بان انت تتست تشوف الكومبوننتس دي لسه شغاله زي ما هي ولا لا، لان انت بتتراست ان الكومبوننت لايبرري دي هي بتعمل كده. فعشان كده انت لازم تختار ناس موثوق فيهم، ناس يعني وده اي ديسيجن اي لايبرري نفس القصه، لازم تستعمل كومبوننت لايبرري ويل تيستد مينتيند، في حد شغال عليها، مش حد عملها وسابها بعد من 3 سنين مثلا او 4 سنين. فدي قواعد العامه يعني. ودي حاجه حلوه في التيست، انت مش محتاج في اليونت تيست او الانتجريشن تيست او ايا كان نوع التيست اللي انت بتكتبه، انت مش لازم تتست الكومبوننتس دي، انت تست الكود بتاعك اللي بيستعمل الكومبوننتس دي. فده بيسهل عليك برضو في التستنج جامد. الناس بتوع التستنج انت مش هتست ثيرد بارتي كومبوننت، اوعى تست ثيرد بارتي كومبوننت. فمعظم الوقت الناس عشان كده الناس بتعملها ستوبنج، بحيث انها ما ترندرهاش اصلا، بتأسوم ان هي هتشتغل، فبتعمل لها موك بشكل ما بحيث ان هي تسرع التيست وما تضيعش وقت التيست ان هو يرندر كومبوننتس complicated يعني. بس دي قصة تانية، التستنج انا عايز اتكلم فيها اصلا، هنتكلم فيه بعدين يعني. فبتشيل يعني اهو حاجات كتير من على طبقك يعني كديفلوبر. بس نبدأ نتكلم على اوكي، هي بتقدم لنا كذا حاجة صح، بتقدم لنا البرودكتيفيتي، بتقدم لنا ان انا مش لازم اتست، بتقدم لنا يو اي كونسيستنسي. بس ايه البرايس، ايه اللي انا بدفعه قصاد كل الكلام الجميل ده؟ اكيد في مشكلة صح يعني. انت دايما دور على المشكلة هتبقى فين يعني، عشان تبقى عارف الديسيجن بتاعك ده صح ولا غلط. فالمشكلة هنا هتجي لك في الثيمينج والستايلينج. فكمثال نفس المشكلة دي كانت موجودة في ال UI libraries زمان، CSS only UI libraries زي Bootstrap و Pure CSS، كلهم كان فيهم نفس المشكلة. ان انت كيوزر انا بجيب Bootstrap وفي الاخر عشان اخليه يبقى شبه الديزاين بتاعي بغير فيه كمية حاجات كتير. فانا بجيب بوتستراب عشان اوفررايده، وفي الاخر تلاقي الناس ايه اللي يتبقى لها من بوتستراب؟ يتبقى لها الجريد سيستم بس. ففي ناس كانت عامله فايل يبقى فيه الجريد سيستم بتاع بوتستراب بس، لان ده اللي خلى بوتستراب ريلي بوبولار، الجريد سيستم. الحاجات التانية مش قوي، الحاجات التانية الناس دايما معظم الوقت كانت بتوفررايدها يعني. دي نقطة يعني مهمة جدا، ان انت الديزاينات بتاعتنا بدأت تبقى كومبلكس برضو. فانت لو شغال مع ديزاينر زمان غير دلوقتي ديزاينرز بيسرحوا جامد عشان عارفين السي اس اس ملوش حدود حرفيا، فتقدر تعمل حاجات غريبة يعني لو انت عندك الوقت. طبعا مش بقول ان مفيش مستحيل، بس في دايما تايم كونسترينتس. بس الديزاين بقى مور كومبلكس بقى عشان البار عالي جامد، كل الناس بتكمبيت لليوزر اتنشن، فطبعا اليو اي واليو اكس بقى مور كومبليكيتد وبقى محتاج شغل اكتر. فده بقى معناه ان تقريبا مفيش 2 ويب سايتس زي بعض من ناحيه، حتى لو هما في نفس الدومين مثلا. يعني شغلي في روباستا مثلا كان معظمه اي كوميرس، لكن يعني تقريبا كل ويب سايت كان غير التاني من ناحيه اليو اي completely different. مش نفس البيس كومبوننتس، حتى البيس كومبوننتس مختلفة، مش بس في الالوان، الستايلين كله مختلف، او فيها انيميشن مختلف، او فيها جي اس مختلف عشان في بيهيفير مختلف. لا الموضوع مش واحد ما بين الويب سايتس دي حتى لو هما في نفس الدومين كلهم. طبعا في كود مشترك، مش بقول اليو اي ان كل اللوجيك غير بعضه، لا اللوجيك لسه زي ما هو، الفيتشنج لوجيك زي ما هو طبعا، التشيك اوت اكسبيرينس غالبا هتبقى البيزنس لوجيك لسه موستلي ذا سيم. بس اللي اختلف اليو اي، الاتش تي ام ال والسي اس اس وشويه جافا سكريبت ريليتد بالكومبوننتس دي، ازاي هي بتشتغل وازاي هي بتنتراكت في الويب سايت. والسبب الرئيسي لده ان كل ويب سايت من دول ليه ايدنتيتي بتاعته، ليه براند بتاعه. طبعا الديزاينرز اكتر ناس يعني لو في ديزاينرز بيسمعونا هيحبوا الحلقه دي يعني، لان هم بيتظلموا في النقطه دي. ان هو بيقول لك انت ليه بتحاول تبوكس الديزاين بتاعي في التولز اللي انت بتستعملها؟ انت المفروض تابروتش كل ديزاين على انه حاجه جديده، ولو لقيت حاجه تنفع من البوكس بتاعك تستعملها طلعها من البوكس واستعملها عشان تمبلمنت الديزاين، مش العكس. ما تحاولش تزنق الديزاين في البوكس بتاعك اللي هو اللي فيه التولز اللي انت عارفها وبتستعملها، لان ده بيدل على
قله خبره من ناحيتك، لان لو انت خبرتك عاليه مع الجافا سكريبت والسي اس اس والاتش تي ام ال، ما فيش حاجه هتقف قصادك. انت بمجرد ما بتشوف ديزاين ايا كان شكل الديزاين جاي لك ازاي، ان شاء الله يكون جاي لك على منديل مش مهم، هتعرف تعمله. انت ما عدتش انت هتوصل ليفل خبره معين بعد فتره، ممكن 4 سنين او 3 سنين، ان انت ما عدتش بتفكر هعمل دي ازاي، هعمل دي ازاي ك HTML و CSS و جافا سكريبت. ما عادش مشكلة بالنسبة لك خالص، انت بتشوفها بتترجمها على طول بالنسبة لك. الفكرة بقى انت بس بتركز على الكواليتي بتاع اللي انت عامله ده، هل ده بيماتش الديزاين ولا لا، قد ايه بيماتش الديزاين، ايه الشورت كاتس اللي ممكن ناخدها، طيب ايه الايدج كيسز اللي ممكن تطلع. بتبدا تفكر اكتر في اليو اكس وفي الانتراكشن ما بين اليوزر والكومبوننت دي اكتر ما انت بتركز في اليو اي مرحله ابتدائيه عدت عليك يعني كاكسبيرينس يعني. فانا جيت لك ليه في الكلام ده كله، يعني بقالي 4 دقايق بتكلم في الحاجه دي ليه؟ لان في الاخر انت هيجي لك ويب سايت وهتشتغل على ويب سايت تاني مثلا، والاتنين مش شبه بعض، فاهم؟ صعب تستعمل نفس الكومبوننت يو اي كومبوننت لايبرري في الاتنين. يعني لنفترض ان انت بتستعمل فيوتيفاي او في فيو، وفيوتيفاي دي بتستعمل الماتيريال ديزاين. لو الموقع بتاعك اللي جاي لك كديزاين ما بيستعملش الماتيريال ديزاين لانجويج، انت هتقعد اوفررايد كمية لوجيك عشان تخليه شبه الديزاين، ومش هيبقى شبه الديزاين لانه اصلا مش شبه الديزاين من الاول. اللانجويج مختلفة، كل ديزاينر بيسلمك شغل هو عنده لانجويج معينة في الديزاين اللي سلمه لك، مش لازم تكون لانجويج مكتملة، مش مطالب هو ان هو يجيبها لك مكتملة، انت هتكملها معاه. وفي نفس الوقت انتوا مش هتببلشوها بابليكلي لكل الناس انها تستعملها. لو مفيش سيلكت انبوت، يمكن عشان الموقع كله مفيهوش سيلكت انبوت فمش مهم، مش محتاجينه. مفيش نمبر انبوت سبورت للاروز والكلام ده، مش مهم. هل الويب سايت فيه نمبر انبوت اصلا؟ مفيش. طيب خلاص، يبقى ليه اصلا يحطوه لك؟ ده قصدي ان انت ما ينفعش تكسبكت البرفكشن في الشغل ده مثلا في الكاستم ديزاين لانجويج زي دي، لان الديزاينر لما بيجي يقدم لك ويب سايت، وده انا باسوم ان انت بتشتغل مع ديزاينر ديديكيتد. لو انت شغال فول ستاك دي قصه تانية هنتكلم عليها بعدين، لو انت اللي بتعمل كل حاجه يعني. لكن لو انت شغال في شركه عندك ديزاينر او واحد شغال على اليو اي من اي نوع، وهو اللي بيوريك، هو اللي بقى اللي بيقعد مع الكاستمر، هو اللي بيتفاهم معاه، والكاستمر في الاخر ده اللي هو عايزه، ده اليو اي اللي هو عايز يوصل له. فانا برضو باسوم هنا ان انت شغال في شركه سيرفيس كومباني، يعني انت بتعمل ويب سايتس سوفت وير هاوس لناس ثيرد بارتي تانيين، فمش برودكت كومباني. برودكت كومباني البروسيس سيميلر، في ديزاينرز، بس ديزاينرز مور كونسيستنت بس مش اكتر. لكن انت في السيرفيس الى حد ما ديزاينر ممكن ميبقاش كونسيستنت ما بين، عشان هو عنده يو ايز تانية يشتغل عليها، بس في نفس الوقت هو بيبقى شغال مع الكاستمر، بيبقى عنده requirements المفروض اليو اي يبقى شكله عامل كده. فانت ما تجيش تخليهوله ماتيريال ديزاين عشان انت متعرفش تعمل يو اي، مش ده الحل. تمام؟ يعني انت كده مش هتادفانس في الكارير بتاعتك، ان انت تبوكس كل ديزاين يجيلك بالتول كيت اللي عندك. انت المفروض تكبر التول كيت بتاعتك، تقعد توسعها، الصندوق بتاعك ده يكبر يكبر، بحيث ان انت تبقى عارف اي حاجه هتجيلك هتعرف تعملها من غير ما تضطر تريتش اوت يو اي كومبوننت لايبرري. لان برضو انا لفيت ودورت في نفس النقطه تاني، عشان عايز اوصل لك ان الاوفر رايدنج مش اكسبيرينس حلوه. الناس كان عشان تاوفر رايد في السي اس اس، يعني زمان لما كنا بنستعمل يو اي لايبرري سي اس اس بس، كنا بنوفر رايد السي اس اس في حاجه مش عاجباك، عايز تغير مكان البوتون، عايز تغير مكان مش عارف ايه، فانت عايز تغير اللون، عايز تغير الفونت، فانت كنت بتكتب سي اس اس سيلكتور على اللي انت عايزه ده وعشان تاوفر رايده. بس ده كان صعب. ليه؟ لان اليو اي لايبرز دي مش كلها كان بيلتزم ب best practices. فانت ما كنتش مثلا تعرف تاوفر رايد حاجه في الجريد سيستم بتاع بوتستراب، مش فاكرها بالظبط، بس كان في حاجه رخمه هناك، كان لازم تقعد تعمل سيلكتور يغلب السيلكتور بتاعهم، لان طبعا في سبيسيفيتي رولز. فالسبيسيفيتي رولز بتاعتك اللي انت هتكتب، بتاعت السي اس اس رولز اللي انت هتكتبها، لازم تغلب بتاعتهم. وفي نفس الوقت لازم تضمن ان هي هتغلبهم كل مره في كل صفحه، لان ممكن انت نسيت تلود الفايل بتاعك في الصفحه دي، او عملت له لود الاول، فلو هو عنده نفس الرولز بتاعتك عندها نفس السبيسيفيتي بتاعت البيس فريم ورك، مش هتشتغل. الفريم ورك هو اللي هيوفر رايد الكود بتاعك. فحاجات زي دي يعني الاوردر بس في امبورتنج ممكن يفرق، حاجات كتيره ممكن تفرق. فانت طبعا في ناس كانت بتريزورت ان هي خلاص انا هرزع بقى امبورتنت في كل حته عشان
وانا بعملها دلوقتي. يعني انا دلوقتي لو في، انا بستعمل كومبوننت او جافا سكريبت لايبرري اسمها فلات بيكر. فلات بيكر ده زي ديت بيكر، ماي فيفورت صراحه من ناحيه اليو اي الديت بيكرز. لكن اليو اي بتاعه عشان اوفر رايده انا محتاج ارزع امبورتنت في حتت كتير عشان السي اس اس بتاعه رخم شويه. فده خلانا نطلع بسي اس اس رولز زي بيم عشان يبقى فيه سنجل سيلكتور، والسنجل سيلكتور ده انت تقدر تستعمله عشان توفر رايد بيه اي حاجه، بحيث ان انت تضمن ان الاوفر رايدنج يبقى سهل. لكن في الريل وورلد حتى لو هو مش على البيست براكتسز مش هيعرف يديك اوفر رايدنج اكسبيرينس بيرفكت. افرض انت عايز اوفر رايد الهوفر ستيت، افرض انت عايز اوفر رايد الهوفر ستيت لما يبقى فوكست، افرض انت عايز اوفر رايد الاكتف ستيت لما يبقى فوكست، ومش عارف ايه تاني. ففي حاجات كتيره هنا بتحصل، فعشان تاوفر رايدهم كلهم وعشان تقعد تغير حاجات كتير فانت لازم تقعد تقرا السي اس اس فايل بتاعهم، تقعد تفهم الموضوع ماشي ازاي عشان تقدر توفر رايدهم. بس ده كان زمان. دلوقتي انا بتكلم على كومبوننتس كامله فيها سي اس اس، جافا سكريبت، و HTML، وانت المفروض تاوفررايد كل ده. انت ما عادش عندك كنترول اوفر ال HTML. انت اول ما بتجيب كومبوننت لايبرري انت خلاص ما عادش عندك كنترول اوفر HTML، ما عادش عندك كنترول اوفر CSS، ما عادش عندك كنترول اوفر جافا سكريبت. CSS ممكن تاوفررايده، بس الجافا سكريبت تقدر تاوفررايدها؟ لا. ال HTML ممكن تاوفررايده؟ لا. غير كده الكومبوننتس دي هتقولي لا، الكومبوننتس دي بيبقى فيها مثلا child props او بيبقى فيها slots او ايا كان. ده مش اوفر رايدنج، ده اكستنشن. هو بيديك طريقه انك تكستند حاجه معينه او تغير شكل حاجه معينه. ممكن تاوفر رايد الايكون دي، ممكن تحط تول تيب جنب الانبوت، ممكن تحط بوتون جوه الانبوت. لكن تغير حاجه كبيره جدا في الكومبوننت زي ان انت تشقلب الانبوت كومبوننت تخليه سيلكت كومبوننت، لا ما ينفعش، مش هتعرف تعمل ده. لان ما يقدرش يديك كاستمايزابيلتي كبيره كده. لازم هو يكنترول الموضوع، هو لازم يليمتك عشان انت ما تقدرش تكسر له الكونسيستنسي وما تقدرش تكسر له الرولز والبينيفيتس اللي هو مخليه يعمل كومبوننت لايبرري او في الاساس. يعني لو هو خلاك تاوفرات كل حاجه يبقى واتس ذا بوينت ان هو عمل يو اي كومبوننت لايبرري فيها جافا سكريبت و اتش تي ام ال؟ مفيش بوينت، كان يديك سي اس اس زي زمان وخلاص. فدي نقطه مهمه. احنا اليو اي لايبرريز بقت اصعب في الاوفر رايدنج مش اسهل. مش دايما لما بنتقدم في المستوى الموضوع بيبقى احسن، لا هو عشان البلاك بوكس كبر. قبل كده كان البلاك بوكس على السي اس اس، بس السي اس اس باي ديزاين اوفر رايدبل، فخلاص ده كويس. طب الاتش تي ام ال لا، تمام، فهو هيديك سلوت، والسلوت ده ممكن يرندر الحاجه اللي انت عايزها وخلاص الموضوع انتهى على كده. فمش هتعرف تاوفر رايد اتش تي ام ال اللي هو كاتبه الا لو هو سايبك تاوفر رايده. انت هنا تحت رحمه اللايبرري اوثر. وفي نفس الوقت نفس القصه للجافا سكريبت، لو هو مش مخليك تكستمايز البيهيفير بتاع الكومبوننت عن طريق بروب مثلا او عن طريق كونفيجريشن معين، برضه مش هتعرف توفر رايدها. فلو انت بتعرفش توفر رايد غير السي اس اس في كومبوننتس دي فانت قد تكون في مشكله. لو افترضنا ان الديزاينر بتاعك جالك بقى بيو اكس، طلع بقى عندك يو اي ويو اكس ديزاينر الاثنين مع بعض يعني، وجالك وقال لك انا عايز البتاع ده يعمل كده، والكومبوننت لايبرري اللي انت بتستعملها ما بتعملش الحاجه اللي هو طلبها دي، فانت كده اتزنقت هنا دلوقتي. لنفترض ان ده ريكويرمنت لازم يتعمل، مش هتعرف تهاك يور واي اراوند ات. ممكن، بس على حسب السيناريو يعني. ممكن ما تعرفش تهاك يور واي اراوند ات. هتعملها ازاي يعني؟ لان الكومبوننت لايبرري دي مش بتسيبك تعمل حاجه زي كده. ممكن تكون بتسيبك، ممكن لا، فانت تحت رحمتها حرفيا. ف... فده اول سبب من الحاجات النيجاتيف بتاعت اليو اي لايبرريز، ان الاوفر رايدنج صعب، قد يكون مستحيل في بعض الاحيان، وفي نفس الوقت مش فليكسبل انف معاك انه يجرو بالطريقه اللي انت متخيلها. هو هيبوست لك البرودكتيفيتي بس هيبوستها امتى؟ اول شهر، اول شهرين، 3 4 5 6، لغايه ما الديزاين بتاعك او البرودكت بتاعك يبدا يبقى more complicated. واول ما بيبقى more complicated الموضوع بينتهي بقى خلاص. ساعتها هتبدا بقى ان انت تصارع الكومبوننت لايبرري انها تعمل اللي انت عايزه. ده بقى هيجيب البرودكتيفيتي بالنيجاتيف بالقوي، لان انت كل شويه عايزين نعمل دي، طيب الكومبوننت لايبرري دي بتعمل ده ولا لا؟ طب ما بتعملش ده، هعمل ايه؟ صح. بعكس ان انت لو كنت بلديت حاجه من الصفر، عايزين نزود دي، حاضر من عينيا هزودها. بس طبعا الموضوع مش بالبساطه دي، طبعا الموضوع بيزد على ايه الريكويرمنت المطلوب، لكن ما عندكش عائق الاوفر رايدنج. فيتشر هتمبلمنتها زيها زي اي حاجه تانية، مفيهاش مشكله. لكن لو انت كنت بتستعمل يو اي كومبوننت لايبرري، ايه الانسر بتاعك ساعتها؟ لو ديزاينر او اليو اكس او كلاينت جالك بالطلب ده، ساعتها هتقول له ما ينفعش. ما ينفعش دي حاجه
انا شايفها انت لو عايز تبقى ديفلوبر كويس ما ينفعش تقولها، ما ينفعش تقول ما ينفعش، وما ينفعش تقول مستحيل، لان جيفن الوقت، لو افترضنا ان هو هيديك الوقت اللي انت محتاجه عشان تعمل الحاجات دي، مش مع الوقت كل حاجه ينفع، فخلاص. فدي الفكره. فانت شغلتك دايما ان انت تشوف هل الوقت الالوكيتد ليك كفايه ان انت تعمل المطلوب ده ولا لا. فمع الكومبوننت لايبريز الديسيجن ان انت تختار واحده او تستعمل واحده في الاول هيوفر عليك وقت كتير في البدايه. يعني انت هتقوم بروجكت اسرع بكتير، البروف اوف كونسبت هيطلع، البرودكت هيبقى شيبت في وقت قياسي، كل حاجه هتبقى جميله. لكن بعد 6 شهور اللي هيحصل لو هيكون الديسيجن بتاعك ان انت تريرايت كل ده وفي الاخر لقيت نفسك مزنوق في الوقت، يبقى ده كان ديسيجن غلط من الاول ان انت تختار يو اي كومبوننت لايبرري. لكن طبعا عادي، مش مشكله، حتى لو انت لو لقيت نفسك في الموقف ده مش مشكله، خد التايم ان انت تريرايت، خد التايم المطلوب ان كل ده يتعمل، لان البيلدينج برضو مش سهل. فاكر كل الحاجات الحلوه اللي هي المفروض كانت بتديها لنا، ان احنا كونسيستنسي، تيستينج، الكلام ده كله انت هتعمله بقى، هتعمل كل الكلام ده كله ساعتها. وبالذات في التستنج الكومبوننتس دي لازم هتخش في التست بتاعتك دلوقتي، لان الكومبوننتس دي ممكن تبريك لأتفه الاسباب دلوقتي. ممكن تنسى تغير سي اس اس بروبرتي تخليها تضرب في تيست كيس معين، فما عادش في جارانتيز دلوقتي. الموضوع بقى فوليتايل اكتر، الموضوع بقى ريسكي اكتر، لكن بقت فليكسيبل اكتر. فهي تريد اوف دايما. ومفيش يو اي كومبوننت لايبرري فليكسيبل، هي باي ديفينيشن ما ينفعش تبقى فليكسيبل. دي كانت المين بوينت او المين نيجاتيف بتاع ان انت تستعمل كومبوننت لايبرري، ان انت صعب توفر. ايه حاجه تانية ممكن تبقى مشكله؟ البرفورمانس. دلوقتي معظم الكومبوننت لايبرز دي بتقدم لك رابرز لسيمبل اليمنتس زي ديفز مثلا، زي فليكس بوكسز، حاجات زي كده، تمام، بتراب لك CSS behaviors as components. الكلام ده حلو، ممكن مفهوش مشاكل، لكن ده في performance consideration. ان اول مشكله رئيسيه بتطلع من UI component libraries دي ان الدوم مش بتبقى اوبتمايز من ناحيه عدد الكومبوننتس او عدد الاليمنتس اللي في الدوم، ممكن يبقى كتير جدا عشان انت مش عارف تستعمل الكومبوننت لايبرري دي صح، تمام. يعني انت نسيت تستعمل الديف بتاعهم بدل ما تستعمل الديف اللي هو ال HTML مثلا. فحاجه زي دي ممكن تخليك تكتب كود كتير ملوش لازمه، او تخلي الدوم بتاعتك تبقى كبيره جدا من غير لازمه، وده بيأفكت البرفورمانس بتاعنا. ده في الميتريكس بتاعت الجوجل لايت هاوس، بتاعت كل البرفورمانس ميتريكس بتاعت البراوزرز دلوقتي، ان انت لو عندك اليمنتس كتير ده معناه الابديتس هتبقى ابطا، ده معناه الريندرنج هيبقى ابطا. وفي نفس الوقت لو انت بتستعمل فريم ورك في دوم زي فيو زي رياكت، ده معناه الميموري هتبقى اكبر. الميموري طبعا دي حاجه محدش بيبص عليها تقريبا، لكن هي برضه اسبكت مهم. معنى كده الاب بتاعك ممكن يكون بيليك حتى ميموري بسبب ان كومبوننت لاير يعني بتكبر، بتامبليفاي الافكت بتاع الدوم اليمنتس كتيره من غير لازمه. هتلاقي كومبوننت لايبرز كتير بتستعمل ديفز عادي، تخليك تقول لك استعمل سبان، استعمل ديف، وحط الكلاسات بتاعتنا. فهم دلوقتي بقوا زي هايبرد ما بين يعني دي اليو اي لايبرز اللي بتحاول تعالج المشكله دي. فهم كده، بس هم كده بيندوا اب از زي زمان برضو. ما انتوا كده سي اس اس فريم ورك، فين الحاجه يعني ازاي الاقي اوت الحاجه مع بعض؟ ما عادتش مشكله زي زمان. وهم للاسف يو اي كومبوننت لايبرز لسه بيحاولوا يعملوها زي زمان، انه عايز يديك كومبوننت اسمها جريد، عايز يديك كومبوننت اسمها كولوم، وتقول كولوم عدد الكولومز وعلى عدد الروز، ده كأنك بتعمل تيبل. فانا شايف ان دي مش الطريقه اللي HTML و CSS ايفولف بيها. احنا عندنا دلوقتي CSS فليكس بوكس عندنا، وده من زمان. دلوقتي عندنا جريدز، اللاي اوتنج ما عادش مشكله، فالكومبوننت ليبرري مش محتاجه تديك لاي اوتنج. يعني دي المشكلتين الرئيسيتين بتاعتهم. طبعا في مشاكل تانية زي البندل سايز. اجين لو انت بتمبورت كومبوننت لايبرري كبيره كامله كونسيستنت فيها الماتيريال ديزاين بحاله، دي هتبقى ضخمه، فانت لازم تاخد بالك في البندل سايز. معظمهم بيحاول يعمل شغل كويس في الموضوع ده، بان انت تليزي لود الكومبوننتس اللي انت محتاجها بس، او ان انت تنستول في الاب بتاعك او تمبورت بس الكومبوننتس اللي انت محتاجها، وهم دول بس اللي هيندوا اب في البندل سايز بتاعك. لكن البندل سايز بتاعك هيبقى اكبر من لو انت بلديت نفس الحاجه بايدك. ليه؟ عشان في ابستراكشنز هم عاملينها. يعني مثلا ممكن هم عاملين الانبوت بيس كومبوننت، هي كومبوننت بيس فيها كل الفيتشرز، وكل كومبوننت من دول بتضيف بروبس او بتشيل بروبس او بتكستند البيس كومبوننت دي. فانت لو
افرض انت بتستعملش كل الفيتشرز بتاعت الانبوت كومبوننت، فانت كده امبورتيت كميه كود برضه انت مش محتاجه. فدي الفكره، انت ما بتقدرش البندل سايز والتري شيكينج ده مش حل سحري لللايبرز الكبيره. اللايبرز الكبيره كبيره عشان الاوفر هيد بتاعها كبير، عشان في كود بويلر بليت كتير، فانت غالبا هتاخد جزء كبير من البويلر بليت ده وتحطه في الكود عندك وهتقع في المشكله دي. في فده بيخلينا نقول دلوقتي هم بدأوا يعملوا ايه، او الكومبوننت لايبرز بدأت تتغير ازاي في الموضوع ده. فهتلاقي كومبوننت لايبرز كتيرة بقت بتقدم لك ثيمينج، تقول لك والله انت مش عاجبك ماتيريال ديزاين، ممكن تاخد الثيم بتاعنا هو الحاجة زي دي. بس برضه بالنسبة لي ده مش حل كافي. يعني ان انت تقول لي ان انا ممكن استعمل الكومبوننت لايبرري بتاعتك بستايل بتاع ماتيريال ديزاين او بوت ستراب او مش عارف ايه، ماشي، ما هم دول برضو حاجات فيرست بارتي انت اللي عاملها، دي مش حاجه ثيرد بارتي. ما ثيرد بارتي انا اخري اعمل ايه؟ اغير شويه الوان، اغير شويه فاليوز معينه، ميجرمنتس، بوردر ريديوسز مثلا، حاجات زي كده، الموضوع يقف عند كده. لكن مش هقدر اوفر رايد بنفس الفريدم اللي انا متوقعها مثلا. فالثيمينج هو بس بيحل لك المشكله، بيقول لك والله لو اليو اي بتاعك اقرب، شوف اليو اي بتاعك اقرب لايه وابدا من هناك. دي نفس المشكله بالنسبه لي، انت بتحاول تبوكس الديزاين، انا مش بحب ان انت تبوكس الديزاين. انا يعني من خبرتي انا شايف ان ده دايما بيجيب انفرس افكت على الشغل اللي طالع. الشغل اللي طالع لو هو كله كاستم ناحيه البرودكت اللي بيتبني، ناحيه الحاجه اللي بتتعمل دلوقتي، فالنتائج بتبقى احسن بكتير من ناحيه الاوفرول يعني. لكن لو انت تحاول تبوكس الديزاين ان، دايما هيطلع في حاجات غريبه، دايما في ارتفاكتس، دايما في حاجات كده عينك بتجيبها يعني. فطبعا كله بيعتمد على الكواليتي بتاع الامبلمنتيشن، بس ده رأيي الشخصي، وفي نفس الوقت دي الاكسبيرينس بتاعتي اللي انا شفته، وانا شفت بروجكتس كتير الصراحه. طيب ايه الحل؟ هل كده component libraries كده doomed يعني، او مالهاش مستقبل؟ مش بالضرورة، لان احنا دلوقتي برضو ساحة اليو اي اتغيرت جامد عندنا في الفرونت اند. مؤخرا جالنا حاجات زي unstyled component library، او بيديك HTML و behaviors بحيث ان انت تقدر تستايلها بالشكل اللي يعجبك. انا مش شايف ان ساعات بيسموها headless component library، بس انا شايف ده اسم غير دقيق، لان يعني هي مش headless قوي يعني، هو بيديك HTML في الاخر. فانا شايف برضو ان ده مش حل المشكلة، لان هو لما يديك HTML ثابت فهو بيفرصك تكتب CSS بشكل معين. لان في الاخر ان انت عندك حرية كاملة عن CSS وال HTML وتبالانس ما بينهم. تبالانس ان انت والله انا عليه اوت الاليمنتس بالشكل ده، بس هظبطها بالسي اس اس، او هكتب كود كتير بالسي اس اس مثلا عشان اكتب اليمنتس اقل بالشكل ده مثلا. ففكرة البالانس وان انت تبك الباتل بتاعتك في ال HTML ولا السي اس اس، ده فلكسبيليتي دايما متاح ليك انت كديفلوبر. لكن في اللايبريز اللي زي دي لو انا ما اقدرش اختار ال HTML شكله عامل ازاي بقى ملهاش لازمه. طيب فانت هتقولي شكل الفكره معدوم تقريبا لو انت ما تقدرش تديني ابستراكشن مفيد برودكتيف من غير ما تديني من غير ما تابستراكت HTML ومن غير او CSS. واحد من الاثنين لازم هيتضحى بيه، صح؟ وفي نفس الوقت ده يوقعنا في مشكله اوفر رايدنج تاني. مش بالضروره، لان في دلوقتي يو اي لايبرز جديده، مش هقول لايبرز، هي لايبرز صغيره مش كومبوننت يو اي، افكار صغيره معموله كده. زي مثلا في لايبرري اسمها floating UI. دي لايبرري عظيمه جدا، وانا شايف ان هي بتانكابسوليت فكره هيدلس UI بشكل كويس جدا. اللايبرري دي كلها بتعمله انها بتخليك تبيلد floating elements بشكل اسهل. يعني ايه floating element؟ يعني models, tooltips, positioned elements positioned absolutely او fixed في السكرين قدامك زي tooltips يعني. فهي بتسهل لك الموضوع ده خالص بشكل كبير جدا، انها بتقول لك قول لي مين التريجر وقول لي مين التارجت، فانت بتديها المعلومتين دول وهي تديك الستايل اللي انت المفروض تابلايه على اي اليمنت عشان يفلوت جنب التريجر. يعني مثلا نقول له انا عايز اطلع فلوتنج اليمنت جنب البوتون ده يمين مسافة 10 بكسل، فانت هتديله الاليمنت التارجت، هو بقى يقعد يحسب كل المفروض يحسبه، يحسب هل ده هيتقاطع مع الويندو ولا لا، هيطلع بره السكرين ولا لا، وفي نفس الوقت ازاي يبوزيشنه صح. وفي الاخر هيديك سي اس اس في مثلا توب وليفت، او هيديك ترانسليت اكس وواي، وانت تلزقهم على الاليمنت اللي انت عايزه يفلوت وهيفلوت. فانا شايف ان هم بيابستراكتوا الحاجه الصح، وانت بتابستراكت بيهيفير معين هيخليني اعمل اللي انا عايزه. شكل الحاجه اللي بتفلوت عامل ازاي مش مهم، شكل الحاجه اللي بتترجر الفلوت عامل ازاي
برضه مش مهم، ده كله كاستم تبع اليوزر هو يعمله. فانا شايف الفكره دي ليها مستقبل حلو، وبدانا نشوف لايبرز كتيره صغيره بتعمل نفس الحاجات الصغيره دي، بس على سكيل كومبوننت لايبرري لسه ما شفتش حاجه زي دي اعتقد يعني. لكن دي من ضمن الافكار الانترستنج يعني. تيل ويند مثلا، وتيل ويند ده ممكن اتكلم عنه في حلقه تانية لوحده عشان هو كونتروفيرسال أوي، في ناس كتيره بتحبه قوي، وفي ناس بتكرهه قوي، مفيش حد في النص تقريبا يعني. اللي بيقولك في النص يبقى دايما هو بيكرهه غالبا يعني. بس تيل ويند حط نفسه بوزيشن يونيك شويه بحيث ان هو يافويد كل الايشوز اللي انا قلتها لك دي. تيل ويند هو سي اس اس فريم ورك ماشي، فانت دلوقتي بتقول خلاص يبقى انت زي بوتستراب، يبقى انت زي ماتيريال ديزاين سي اس اس والحاجات القديمه اللي جت زمان، مش زي بتاعت النهارده. بس لا، في يونيك اسبكت فيه ان هو مش بيديك ديزاين لانجوج. دي الفكره كلها، ان هو قال لك انا هديك حاجات كتيره بس هو مش هديك اي قرار الديزاين المفروض يمشي ازاي. انت اللي هتقول الالوان بتاعتك ايه، انت اللي هتقول الميجرمنتس بتاعتك ايه. انا عندي شويه ديفولتس، عايز تمشي عليها امشي عليها، مش عايز تمشي عليها تمشيش عليها. ديفولتس زي مثلا اليونتس بتاعتي ماشي مضاعفات 4 بكسل، فده كويس كفايه. ممكن انت تقول انا عايز امشي بمضاعفات الاتنينات، ماشي مش مشكله، محدش هيمشي بيكسل بيكسل الصراحه. لكن ديفولتس معقوله، ديفولتس كويسه، بيديك كولر باليت واسعه قوي بحيث ان هي ما تفتش براند معين. دي مش البراند بتاعت تيلويند، تيلويند ملوش براند، دي الفكره كلها. فانت سهل قوي تخلي اي بروجكت اي ديزاين تقدر تعمله بتيلويند، لان هو بيديك utility classes وانت بتجيب اليوتيليتي كلاسز دي وبتحاول تخليها تفت الديزاين ده. والموضوع ده سهل لان هو مش بيديك اي opinion. الفكرة كلها مشكلة البراندنج كلها اللي قلت لك عليها، والاوفر رايدنج ان تيلويند مش opinionated، هو opinionated في حاجات بسيطة زي measurements زي ما قلت. بس it's up to you انك تغير وتكونفيجر كل حاجة على حسب انها تمشي مع الديزاين لانجوج بتاعتك. وغالبا الموضوع ده دلوقتي الاكسبيرينس بتاعتي مع تيلويند كانت ستريت فورورد. الديزاينر بيديني الديزاين لانجوج بتاعته في ايا كان نوع الشغل اللي هو بيستعمله، سواء فيجما او اكس دي او ايا كان، وانا باخد الديزاين لانجوج بتاعته وبحطها في الكونفيجريشن بتاعت تيلويند وخلاص، وبنطلق من هنا. وتقريبا اقول بنسبة 99% بيماتش الديزاين. هيبقى طبعا في بيكسلز اوف، هيبقى في ميجرمنتس اوف، بحيث ان تيلويند حتى بيصلح مشاكل الديزاين اللي بتبقى في inconsistency في المارجنز، حاجات زي كده غالبا ديزاينرز كتير ما بياخدوش بالهم منها، فهو بيصلح المشاكل دي. طبعا فهيبقى فيه شوية حاجات اوف. بس الفكرة كلها ان تيلويند بيحط نفسه في abstraction level معين عشان ما يخليكش تضطر اوفررايت. انت لما بتجيب تيلويند انت بتكونفيجر ما بتوفررايتش، في فرق ما بين configuration وما بين overriding. عشان كده شايف تيلويند الى حد ما او اي حاجه شبهه في السفير ده هي دي الطريقه اللي احنا المفروض نبيلد بيها اليو اي لايبرز بتاعتنا او اليو اي كومبوننتس بتاعتنا، لانه بيسهل حاجات كتيره جدا في الموضوع ده. بس دي مش حلقه تيلويند، حلقه تيلويند هتبقى في وقت تاني، فكفايه كده يعني. ففي الاخر حابب اختم طيب يا معنى كده هل انا بقول يعني، هل انا عملت الحلقه دي عشان اضحك عليك واقول لك في الاخر ان انت ما تستعملش يو اي كومبوننت لايبريز؟ لا ابدا، انا شايف ان انت المفروض تستعملهم، لكن لازم تبقى عارف كويس قوي امتى، عشان لما تلاقي نفسك ما كنتش المفروض تستعملهم الموضوع ده بيبقى كوستلي جدا. حاول الخصها لك في سيناريوز بحيث ان انت تبقى تستعملها كجايد لاين يعني، او تستشف منها امتى تستعملها في السيناريوز بتاعتك. طبعا لان كل واحد عنده كيسز مختلفة، كل واحد شغله مختلف، فكل واحد طبعا عنده يعني requirements غير التاني. الاكسبيرينس بتاعتي انا تقريبا ما استعملتش اي يو اي كومبوننت لايبرري غير في بدايات الشغل قوي. لما انا كنت باك اند ديفلوبر تقريبا استعملت يو اي كومبوننت لايبرري خالص غير بوت ستراب بس. لكن كومبوننت لايبرري ما استعملتش كومبوننت لايبرريز خالص، ما استعملتش فيوتيفاي ابدا في اي بروجكت برودكشن، ما استعملتش ماتيريال ديزاين في اي برودكت برودكشن، سواء في شغلي في سيرفيس كومبانيز او في شغلي في سوفت وير هاوسز او شغلي في الحالي في رسائل كبرودكت برضو. ما استعملتش اي كومبوننت لايبرز في اي حته. ما كل حاجه انا بعملها بنفسي، انا بحب ابيلد وفي نفس الوقت كان عندي الوقت ان انا بيلد. فده الكي اسبكت بتاعك هنا، الوقت. هل عندك وقت تبيلد الكومبوننتس دي
ولا لا. وفي نفس الوقت ما تقولش لا انا اول ما يجي لك البروجكت المفروض تشتغل عليه. انا ما بحبش النوع ده من الديفلوبرز، لو تحط رجل على رجل وتقول له خلاص انا هاخد شهرين عشان اعمل بس البيس كومبوننتس واعمل يو اي كومبوننت لايبرري محترمه التيم يستعملها والكلام ده. الكلام ده جميل بس مش عملي خالص، وبيضيع وقت اكتر من اللازم، لان انت مش هتعملها في شهرين ولا هتعملها في سنه ولا هتعملها في 2. انت هتاخد 3 سنين 4 سنين قبل ما توصل للبرفكشن اللي انت بتتكلم عليه في كومبوننت يو اي لايبريز ده. والبروجكت اللي انت شغال عليه غالبا، لو انت شغال في سوفت وير هاوس، ومعظمنا شغال في سوفت وير هاوسز، فالبروجكت ده مش هيعيش سنه واثنين وثلاثه ديفلوبمنت تايم. البروجكت ده هيطلع بعد 3 شهور ولا 4 شهور، شهر 2. فان انت تشتغل على اي كومبوننت لايبرري بالوقت براحتك ده موضوع مش مناسب. فانستيد عندك اوبشنين. اوبشن واحد، استعمل يو اي كومبوننت لايبرري اللي تقدر تحقق لك الديزاين اللي انت شايفه. ما تبوكسش الديزاين جوه الكومبوننت لايبرري، حاول تشوف اللايبرري بتفت الديزاين الاول ولا لا. لو بتفته خلاص استعملها، مفيش اي مشاكل. لو ما بتفتوش مش هينفع تستعملها، فانت ما تضيعش وقت معاها. طيب اعمل ايه بقى؟ الاوبشن التاني، بيلد البروجكت محتاجه. البروجكت فيه كام نوع انبوت؟ فيه 2 بس، اعمل 2. ما تعملش 3 ما لهمش لازمه، ما تعملش رابع، ما تعملش خامس، ما تهندلش كيسز مش موجوده. اعمل اللي موجود عندك في الديزاين، اعمل الانتراكشنز اللي موجوده عندك في الديزاين، وقف لحد هنا. صدقني ده مش شغل كتير، ده شغل قصير جدا. يعني الوقت اللي انت تاخده ان انت تقرا وتوفررايد الكومبوننت لايبرري عشان تكونفورم الوات ايفر اللي عندك في الديزاين، هتعمل انت اليو اي الكومبوننتس بتاعتك من الصفر في وقت اسرع بكتير، عشان انت مش هتحاول تكفر كل الكيسز دي، انت هتكيب الموضوع بسيط يعني. بس فانا اديتك المعيارين دلوقتي، عندك وقت ولا لا، واذا كان هتعرف تماتش الديزاين بالتول اللي انت هتستعملها دي ولا لا. الكاستم واي دايما هتماتش الديزاين، او كل حاجه مشيت كويسه. مش بقول ان انت 100% هتماتش الديزاين طبعا، بس انا بقول ان هتبقى الجوب ويل دان لو انت حققت الديزاين بنسبه كبيره. ومع الكاستم ما عندكش عذر ما تحققش الديزاين، تمام. هتبقى مشاكل خبره بقى، سكيل ايشيو يعني. ف اما بالنسبه للوقت فهو نيجوشيشن. هل البارتي المسؤول عن البروجكت ويلنج ان يديك الوقت ده عشان تعمل الحاجه دي بالشكل ده ولا لا؟ بس فتوصل لكمبرومايز وتوصل للهدف اللي انت عايزه. خلاص ممكن نعمل حلقه عن اصلا ازاي تفانكشن في سوفت وير تيم اصلا كفرونت اند انجينير مثلا، او ازاي توصل البروجكت انه يتشيب باسرع وقت ممكن من غير ما تبقى انت جزء من العوائق اللي في طريقه يعني. بس دي حلقه تانية برضه مش لازم نتكلم فيها. بس انا عايز اتكلم في موضوع اكبر بعد كده عن الباي فيرسز بيلد عموما، تمام، لان دي حاجه من الحاجات اللي انا اتعلمتها بشكل اقوى في الشغل بتاعي الحالي، وفي نفس الوقت اتعلمته كفلوسفي اكتر ما هو حاجه انا كنت بعملها وانا مش واخد بالي. تمام. هيكون لي مكانه، هيكون لي وقته، هيكون لي حلقته، فان شاء الله هنتكلم عنه في المستقبل. مش بالضروره الحلقه الجايه انا بحب سبيس بتوين المواضيع بحيث ان الناس ما تملش. بس دي كانت حلقتنا النهارده. وفي اناونسمنت بس ان احنا عندنا رياكت كايرو الاسبوع ده في الجريك كامبس، فهيبقى يوم الاربع، وانا ان شاء الله هكون عندي توك هناك. فالناس اللي جابت تذاكر ومستمعين البودكاست اشوفكم هناك ان شاء الله. وممكن تقولوا لي فيدباك في اي مكان، سواء بيرسون هناك او على الكومنتس او ايا كان، يعني على حسب البلاتفورم اللي انت بتستعملها. كده تنتهي حلقتنا، وانتظروا حلقة جديدة الاسبوع الجاي. مع السلامة.